تعالوا مع بعض النهاردة نعمل الجمال والحلويات اللي انتوا شايفينها النهاردة دي. مكرونة مبكبكة بالكفتة، حاجة بسم الله ما شاء الله فاخر من الآخر. أول حاجة زي ما انتوا شايفين اللحمة بتاعتنا، جبنا نص كيلو لحمة. هو لونها مغير شوية في الفيديو عشان احنا كنا هنعمل الوصفة دي حاجة تانية، بس حبينا نعملها مكرونة بالكفتة. أول حاجة هنضيف بصلاية مفرومة ناعم مع شوية خضرة، مع معلقتين بقسماط وشوية توابل زي ما انتم شايفين، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، بهارات لحمه، مع فصين توم. ونبدا نمكس الخليط ده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت. كده ضفنا الملح، هنمكس الخليط ده كله مع بعضه لحد ما يتجانس مع بعضه. هنجيب طبق ونحط فيه معلقه زيت ونبدا ندهن ايدينا بالزيت عشان اللحمه ما تمسكش فيها زي ما انتم شايفين كده، ونعمل كور متساويه. لو حابه حضرتك ممكن تشوحيها في الفرن او تدخليها الفرن، تعفريها سن الدقيق وتدخلها الفرن، هتشوح معاكي وتنزلي بيها في الصلصه على طول. انما بالنسبه لي انا هاخدها في الحله على طول، حله واحده، هشتغل في حله واحده. كده انا هشتغل في الحلة على طول. احنا ضفنا معلقتين زيت وهنضيف معلقة سمنة عشان ترفع معانا الطعم شوية. وهنبدأ ننزل بالكفتة بتاعتنا واحدة ورا التانية زي ما انتوا شايفين كده لحد الكفتة بتاعتنا ما تاخد لون. بس ما تنزليش بالكفتة والزيت بارد او الحلة تكون باردة عشان ما تلزقش منك في الحلة. كده نزلنا بالكمية بتاعتنا كلها هيت في الحلة، وهنبدأ نقلبها، بس هنقلبها بحرص عشان مفيش الكفتة بتاعتنا ما تتكسرش مننا في الحلة. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تاخد لون اهيت. جبنا مقصوصة زي كده ونبدأ نقلب الكفتة بتاعتنا لحد ما نطلعها من الحل. وكده زي ما انتوا شايفين يا جماعة طلعنا الكمية بتاعتنا كلها من الحلة، حاجة بسم الله ما شاء الله فاخر من الآخر. شايفين يا جماعة الجمال، شايفين اللون عامل ازاي. بعد كده في نفس الحلة هننزل ببصلتين متقطعين ناعم مفرومين ناعم، وممكن في الأثناء دي لو مش حابة حضرتك تقطعين بالسكينة ممكن تبشرهم بالمبشرة. كده نزلنا بفصين توم، ونزلنا عليهم بطماطمتين متقطعين ناعم أو مبشورين مفيش مشكلة، وقرنين فلفل رومي مع قرن فلفل حامي للي حابب يضيف سبايسي للأكلة دي. وبعد كده ضفنا التوابل بتاعتنا، ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة. وهنبدأ ناخدهم تقليبة مع بعض كده لحد ما ياخدوا تشويحة خفيفة وتشم ريحة التوم وهو طالع معاك. تبدأي تنزلي بالصلصة بتاعتك زي ما انتم شايفين، ونضيف عليها شوية مية مغلية من الكاتل، ونبدأ نقلبهم مع بعض تقليبتين تلاتة كده. وبعد كده هنضيف شوية مية سخنة عليهم ونزود البهارات بتاعتنا بعد ما ضفنا المية، ونضيف عليهم شوية مكعبين ماجي. وبعد كده ننزل بالكفتة بتاعتنا غلوة في التانية، وننزل بالمكرونة بتاعتنا، حاجة بسم الله ما شاء الله فاخر من آخر. ونديها تقلبتين كده ونسيبها تغلي على النار لحد ما تستوي معانا مع التقليب المستمر. يعني مش تغطيها وتسيبيها، لا، كل مدى كده تقلبيها لحد ما تستوي معاكي بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف إبراهيم حسن.